السلام عليكم حبيباتي غالياتي، وش راكم؟ لاباس ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. صح عيدكم على بالي بلي روطار شويه، مصح معليش، هذا وين كتب بربي. راح نرجعوا مع بعضنا الوصفات. الكاطو اللي راح نقترحوا عليكم اليوم يجي بنين بزاف، ما كانش في العيد اللي ضاقوا وما تقصانيش على الوصفه. نروحوا مع بعضنا المقادير وطريقه التحضير. 250 غرام مارغرين تكون بحراره الغرفه، رشة ملح لتعديل الذوق، أنا كنت ضفتها فوق المارغرين، ملعقة كبيرة سكر ناعم، بيضة كاملة وصفار بيضة، ملعقة كبيرة تكون معمرة مليح زبدة فول السوداني، ملعقة كبيرة كابريز سائلة، عطر الكراميل، ما عندكش تقدري تستبدليه بالفاني. خلط المكونات اللي ضفتهم كامل بالباتر، تقدري تستغناي على الباتر وديريهم بيدك. خلط المكونات كامل مليح بالباتر حتى يتبدل اللون تاعهم. نزيد نضيف عليهم 3 ملاعق كبار نشا، ثم نخلطهم بالباتر حتى يدخل نشا في المكونات. نحي دركا الباتر ونبدا نحط في الفرينه. الفرينه هنايا حاولت نكيلها لكم بالكاس، سعه الكاس 220 مليلتر. حطيت الكاس الاول تاع الفرينه وخلطته بسباتي، وزدت جبت الكاس الثاني نقدر نعرف قوام العجينه. حطيت الكاس الثاني تاع الفرينه، نص ملعقه صغيره خميره الحلوى، ونبدا نخلط فيهم باطراف الاصابع. نزيد نجيب الكاس الثالث تاع الفرينه ونبدا نضيف فيه بالعقل باطراف الاصابع وما نعجنش العجينه. نقعد نضيف الفرينه بالعقل ونخلط، ما نخليش العجينه تاعي تجي يابسه وثاني ما نخليهاش تجي طريه بزاف. هذا واش بقى لي من الكاس الثالث تاع الفرينه، وتبقى كل وحده ونوعيه الفرينه تاعها. نجيب شويه تاع عجينه وكيس بلاستيكي باش نحل فوقه، ولا ثاني تقدري تحلي فوق ورقه طبخ، ولا ترشي طاولة العمل بشوية تاع فرينة وتحلي فوقها. بصح انا نفضل الطريقة هذه احسن. نزيد نحط شوية تاع كيس بلاستيكي من فوق العجينة باش تجيني العجينة تاعي ملساء. نبدا نحل فيها كما موضح في الفيديو. ما حليتها على السمك ما يكونش خشين بزاف وما يكونش رقيق، ونبدا نطبع. انا اخترت الشكل هذا وانتي اختاري الشكل اللي تحبيه. بعد ما طبعتهم كامل نجيب البلاطو اللي كنت حطيت فوقه البابي كويسون. بعد ما بقات لي شيت هذيك تاع العجينه اللي كنت طبعتها، نبدا ندخل فيها في بعضها بالشكل هذا، ما نعجنهاش، ونزيد نحلها ونطبعها حتى نكمل العجينه تاعي كامل. نحطها في الفرن اللي يكون مسخن على 180 درجه، خليها طيب. انا نحب القاطو تاعي يجي شويه طايب حمر. بعد ما طيب من تحت نزيد نشعل عليها 2 ثواني برك ونخرجها. بعد ما طاب القاطو وبرد مليح نبدا نخدم دوكا في الكريمه اللي راح نلصق بها القاطو. عندي 150 غرام زبدة أوبلين، إذا ما عندكش زبدة أوبلين تقدري تعوضيها بالمارغرين. خلطها بالباتر، بعد نزيد نضيف عليها ملعقة كبيرة كابريز ذائبة، ملعقة كبيرة زبدة فول السوداني. نزيد نضيف عليها 80 غرام شيكولا بيضاء تكون ذايبة وباردة مليح، تكونش سخونة باش ما تذوبليش الزبدة. نخلط الكريمة مليح حتى يتضاعف حجمها ويتبدل اللون تاعها. بعد ما طلعت الكريمة حطيتها في بوش جوطابل، درت الكابريز ذائبة حتى هي في بوش بتسهل عليا الخدمة. جبت الحبات على القاطو في الجناب تاعها كامل درتها بالكريمة، وفي النص درت الكابريز ذائبة. جبت حبات على قاطو واحدة اخرى حطيتها فوق الكريمة، ضغطت على الحبة شوية باش تخرج الكريمة الزائدة، خليت حتى فراغ باش من بعد تجيني الحبة تاعي بيان فيني. بعد ما كملت لصقت الحبات كامل، قلاصيتهم بالشيكولا. هي المقطع تاعكي ذوبت الشيكولا وكنت نقلاصي في الحبات راحلي. دوك نقولكم كيف درت الشيكولا باش تحصلت على اللون هذا. درت 250 غرام شيكولا بيضاء، انا استعملت الوجدان، حطيتها فوق حمام مريم. بعد ما ذابت زدت ضفت عليها 2 حبات تاع شيكولا بالحليب وتحصلت على اللون هذا. بعد ما قلاصيت الحبات تاع القاطو كامل، جبت شوية تاع قطايف محمصة وشوية تاع كابريز سائلة. جبت الحبة تاع القاطو مسحتها مليح بالكابريز على الجناب. بعد ما نمسح الجناب مليح بالكابريز نزيد نحطها في القطايف كما راهو موضح في الفيديو.
صدقوني البنات القاطو هذا يجي بنين بزاف. ما نكونش متأكدة من حاجة انها تكون بنينة ومليحة ما نبارطاجيهاش معاكم. القاطو ثاني اللي راح نبارطاجيه معاكم ورا الفيديو هذا حتى هو ثاني روعة في الذوق، حشو مختلف تماما على الحشوات اللي راكم متعودين عليهم. هذه هي الكابريز اللي استعملتها، روعة في الذوق، شريوها ما تندموش. كي كنت نديرلو في التزيين النهائي كان ديشارجا لي التليفون. كنتم هنايا بالبندق ورشيت عليهم شويه ناكخي سائل. كنت معاكم هنايا حابه باش تشوفوا النتيجه النهائيه. نكون هنايا لحقت معاكم نهايه الفيديو. ان شاء الله كنت خفيفه ظريفه عليكم. متبخلوش عليا بجام وبتعليق وبارطاج مع اصدقائكم. وصفه قادمه ان شاء الله. سلام.